السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله دايما يا رب بخير وصحة وسعادة وهنا. النهاردة هنعمل مع بعض شوية عدس بقى ملهمش حل. عدس مصري اصيل قوي. تمام تمام. طبعا بمناسبة البرد بقى اللي احنا فيه وكل شوية انقلابات كده في الجو وحاجات كتير، قلنا يلا بقى نخش على المطبخ ونعمل حاجة تدفينا قوي. هنعمل ايه دلوقتي؟ معايا كيلو عدس اصفر، كان مغسول كويس قوي ومنقوع حوالي ربع ساعة. وبعد كده حطيت عليه المية اللي انتوا شايفينها دي وحطيته على البوتاجاز. تمام. شغلت النار بتاعنا. وايه اللي هحطه فيه بقى دلوقتي حالا؟ هحط 2 جزرة كبار كده، هقطعهم قطع وارميهم في الحلة. تمام. ومعايا كمان نص كيلو طماطم وقرن فلفل اخضر ومعلقتين توم، فصوص كده بالظبط على ايدك، معلقتين كبار. ومعايا 3 بصلات حلوين كده، كبار كده، ايه يعني، ايه، مشقلطين كده، مزقلطين. تمام. هنزل بكل الحاجات دي في الحلة بتاعتنا. تمام، زي ما انتوا شايفين اهو، معلقتين توم زي ما قلتلكوا، وادي قرن الفلفل كمان هفتحه نصين وارميه في الحلة. وانزل بقى على طول بالطماطم الكتيرة بتاعتنا دي. ما تخافوش، هي كده مش كتيرة، هي كده ده المظبوط قوي بتاعها، عشان يطلع لونه حلو خالص ويبقى غني عندنا بكل الخضار، ويبقى حاجة كده يعني ايه، كلها غذاء وتمام ان شاء الله. كده حالا بقطع الجزر اهو، تقطيعات كده متوسطة زي ما احنا شايفينها، واحطها على طول على النار. كده بقى حالا حالا اهو، ابتديت ان انا انزل بالطماطم بتاعتي زي ما انتوا شايفينها. على فكرة دي طماطم متلجة في الفريزر، يعني دي مش فريش، عشان محدش يقول ما شلتيش الحتة الخضرة بتاعتها دي بتاعت العنقود ليه. تمام، عشان دي طماطم من الفريزر على طول، انا مطلعاها وغسلها كويس ونزلتها في الحلة زي ما انتوا شايفين. تمام. كده بقى هبتدي ان انا اديله تقليبة كده كويسة على طول، زي الفل. قربت لكم كده الكاميرا كويس اهو، كده الصورة اوضح بالنسبة لكم. هقلبها كويس وهروح مغطياها 3/4 تغطية، يعني بالمعنى اللي هو ايه، مش هكتم الحلة لان ده هيغلي وهيتفاعل مع بعض. تمام كده انا خلصت اهو، هقفل عليه. بس لو غطيته كله هيفور وهيعمل مصايب، وممكن ماما ساعتها في اللحظة دي كانت تدخل تجيبني تحطني على باب الشقة. وانا بعمله عند ماما مش عندي. ركزوا في المطبخ قوي اهو عند ماما. اهو بعد ما غطيت الحلة رفعت بقى لحسن ايه ست الكل تيجي تعلقني. كده انا اهو حطيت حلة تانية على النار، هحط فيها بقى هنا شوية زيت ذرة حلوين كده. طبعا انا الكمية بتاعت العدس عندي كيلو عدس. تمام. هنا هحط ربع كيلو من الشعرية. اهم حاجة ما تبقاش الشعرية كتير. سمنة بلدي دي كانت لسه ماما مسيحاها، وريحتها بقى ايه ملعلعة في الحلة، في الحلة، في اسمها ايه، في اللي احنا بنقعد فيها دي، في الشقة، في الشقة. زي ما انتوا شايفين، خدت معلقتين سمنة كده حلوين ونزلت بيهم على طول على زيت الذرة. زي الفل، زي الفل. يلا ننزل بالشعرية على طول قوي. وكده بقى طبعا 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 يا حبايبي، حطيت الربع كيلو الشعرية بتاعتنا في السمنة. كده حطيت اهو زيت الذرة، وابتديت ان انا اقلبها. اول ما تاخد بقى اللون الذهبي الحلو بتاعنا، هطفي عليها. وهراعي كويس جدا ان احنا الحلة بتاعتنا الجدران بتاعتها سخنة، يعني هتديلها غمقان كمان درجة. فانا اعمل ايه؟ انزلها فتحة درجة، وبعد ما اقفل النار افضل اقلب اقلب اقلب، اللي هو انا ايه، بطلع سخونية الحلة شوية. مش هطفي النار واقفل عليها الغطا واسيبها واخرج، هدخل الاقيها الحمد لله ارميها كده على طول واعمل غيرها.
زي ما انتوا شايفين كده انا بقلبها اهو، ابتدت تاخد اللون اللي بقولكوا عليه. تمام كده. عايزين بقى نجيب اللون الذهبي الحلو قوي بتاعنا ده. ان شاء الله خلاص هو كده في الطريق اهو، جاي اللون بتاعنا اللي احنا عايزينه. كنا عايزين نقرب الكاميرا شوية، ايوه كده. لسه بقول عايزين نقرب الكاميرا شوية. ايوه كده مظبوطة خالص. كده الدرجة بتاعتنا اللي احنا عايزينها ابتدت ان هي تيجي اللون اللي هو الذهبي المظبوط قوي. تمام. في ناس بقى بتحط العدس شوية بطاطس، على مش عارف شوية بطاطا، شوية حاجات غريبة كده. هو عامة العدس هو عبارة عن كام حاجة سهلين وبساط: توم، بصل، طماطم، جزر، فلفل. زي الفل زي الفل زي الفل. كده جبنا اللون الذهبي اللي احنا عايزينه، وافتح كمان اهو درجة زي ما انتوا شايفين كده. خلاص خلص تحمير الشعرية. نخش على اللي بعده. يلا على اللي بعده. يلا بقى نروح نشوف الحلة استوت. الله، بصوا يا جماعة، شايفين دلوقتي خسيت قوي قوي قوي، تحسوا الحلة عملت دايت. طب احنا نعمل ايه؟ نزود شوية المية بتاعتها زي ما احنا شايفين. كل ما نحس ان هو اتشرب المية بننزل عليه بمية تانية لغاية طبعا درجة السوى، يعني مش هنفضل ننزل بمية وخلاص. تمام. زي ما انتوا شايفين كده الطماطم بتاعتنا خست قوي، البصل تمام، الجزر زي الفل. تمام كده. ودلوقتي حالا حالا قفلت عليه زي الفل، طبعا احلى من الفل. هروح دلوقتي اشوف تاني السوا بتاعه بعد 10 دقايق قوي. هشوف بقى ايه اللي حصل فيه. قال معايا تاني ازود مية ولا اي حاجة، استوى. شفتوا؟ تمام كده. كده ابتدي اطفي النار عليه واسيب الحلة تطلع البخار بتاعها شوية. كده انا مجهزة جنبي الحلة التانية اللي فيها الشعرية. لو عندك بقى انت هنا كبة، عندك خلاط، عندك هاند بلندر، بس انا صراحة مش بحب خالص الهاند بلندر في العدس، يعني صراحة مش بحبه. انا هنا حطيته في الخلاط وعملت على اعلى سرعة عشان يطلع معايا القوام بتاعي كريمي زي ما احنا شايفين. تمام. نزلت بيه على طول على الشعرية زي ما انتوا شايفينها كده، اللي هي لونها ذهبي. ولو تاخدوا بالكوا هتلاقوها غماء الدرجة زي ما قلنا. هنا العدس بتاعي تقيل. اول ما اعرف، شايفين الفقافيق دي اللي بتطلع ده كده على طول في بخار زايد فيه عشان هو تقيل من تحت. في اللحظة دي هبتدي ان انا ازود له مية. كده انا نزلت بقى بالمية بتاعتنا اهو زي ما انتوا شايفين، بكمية مية مش شوية صغيرين، يعني مش كوباية او 2، لغاية ما هنشوف القوام بتاعنا واحنا بنقلب اهو عامل ازاي. تمام. خدوا بالكم ان الشعرية مش مستوية، يعني احنا من المية اللي احنا زودناها دي كمان الشعرية هتتشرب منها علشان تستوي. تمام كده. قلبناه تقليبة كويسة قوي. طبعا دي مش الكمية كلها، ده لسه في تاني. هنا انا ضفت شوية مية كمان اهو من الخلاط اللي احنا كنا بنضرب فيه اهو. بقلب كويس قوي عشان لازم ايه، اموت كل الحاجات في قلب بعضها زي ما احنا شايفينها حالا حالا. تمام تمام. عايزه اقول لكم ان انا من ساعه ما تعبت وانا مش بقدر اتكلم في الفيديو، لازم ان انا بقعد امنتجه لوحده. وحتى هتلاحظوا ان انا شويه بنهج يعني كده وانا بمنتجه، بس الحمد لله على كل حال. كده بقى انا نزلت بكميه تانية حطيتها في الخلاط وضربتها كويس قوي ونزلت هنا. هتقولي مش بتصفيه؟ لا مش بصفيه خالص. تمام. هنا انا اهو كمان حطيت شوية مية في الخلاط ورجيتهم كده ونزلت بيهم برضو ايه في الحلة.
بوطي النار عليه خالص على قد ما اقدر، عشان في معانا شعرية بتبقى تقيلة بتنزل تحت. لو عليت النار هتاكلها وتشد فيها، فبالتالي الحلة هتشيط، يبقى عملنا مشكلة في اكلنا كله. يبقى ايه بقى؟ يا خسارة تعبك يا ابو للي. تمام. قلبت كويس كويس اهو. دخلت طبعا اللي كان معمول مع اللي لسه محطوط، وكله في قلب بعضه، وقلبت كويس قوي. هنا طبعا ببتدي ان انا اخد وادوق الطعم بتاعه. تمام. انا كده لسه مش حاطه ولا ملح ولا اي حاجه. شايفين دي معلقه ملح وشطه وكمون اهو. هبتدي بقى ان انا اوزعها في الحله كده كلها زي ما احنا شايفينها، واخد معلقه كمان، دي نص يعني، معلقه ونص ملح بشطه وكمون، وبحط له كمان ربع معلقه سكر. بس هنا تقريبا كان حصل حاجه فقطعت معايا التصوير يعني وانا بحط. بس بحط كمان ربع معلقة سكر، اللي هو ايه، بيعادل كل الحمضيات اللي بتبقى معايا يعني. انا هنا كنت صراحة برسم في الحلة، مش بقلب. انا بحب قوي شكل الرخامي في الاكل. فبصوا هنا انا كنت بعمل ايه. نسيت بقى ان انا بصور وكده، وقفت العب في الحلة شوية. يلا نشوف هنعمل ايه تاني. حطيت بقى هنا كده كسرونة كده على الحلة، على الحلة، على البوتاجاز، وحطيت فيها شوية زيت ذرة. تمام. هاجي كمان دلوقتي احط فيها معلقة سمنة بلدي حلوة كده. ايه رأيكم؟ تمام التمام. واحط دلوقتي بقى عليها حالا حالا حالا، احط شوية توم مفرومين فريش كده. بصوا لسه فرماه كده في الكبة اهو. ده طالع من الفريزر، عشان لو حد قال يعني هو ماله عامل زي الرمل ليه كده، ده طلع من الفريزر على طول، ولا فك ولا اي حاجة من المية. رحت عامله له رد فعل في ساعتها، حطاه في الكبة اتفرم. نزلت بيه كده على الزيت الذرة وعلى السمنة البلدي، وبديله تشويحتين 3 كده لغاية ما يجيب اللون الذهبي بتاعنا. اول طبعا ما بيجيب اللون الذهبي بتاعنا، بنزل عليه على طول بتلات 4 معالق من الخل. بس هنا يعني بعتذر لكم جدا ان الكاميرا بتاعتي كانت فصلت شحن، فوقت الطشة بالظبط كانت فصلت. فهنا البني اللي كان فوق الحلة ده، دي الطشة بتاعتنا. هو كده خلاص استوى. تمام. عايزة اقول لكم ان ريحته كانت ايه، قلب الدنيا من وهو بيتسلق كده. انا بقلبه كويس قوي، بدخل كل حاجة. عايزة تحطي له مرقة دجاج مفيش اي مشكلة، بيبقى حلو قوي. بس برضو فروكيها كويس جدا ونعميها. هنا انا كنت بشاور نفسي ادوق ولا هتلسع، بس الحمد لله يعني مرضتش ادوق، عشان كل مرة ادوق العدس لازم اتلسع. كده قلبته مرة تانية كده خلاص اهو. كده بقى زي الفل معانا. يلا بقى عشان نبتدي نشوف هنحطه ازاي عشان ناكل. كده هنا انا عندي صينية فيها عيش محمص قوي، محمص لونه ذهبي مش طري. اوعوا تحطوا للعدس عيش طري. بنزل بقى كده بالعدس زي ما انتوا شايفينه شوية بشوية، وهقلب دلوقتي بالمعلقة عشان اشرب كل العيش منه. تمام. متخيلين انتوا معايا شوية البخار بتوعه دول في السقعة اللي احنا فيها كده والتلج. ياه. شوية العدس يا جماعة بيرموا العظم، ومعاهم بقى البصل الاخضر والليمون. ياه. بس في اليوم ده اتعكنن عليا، ما كانش فيه بصل اخضر. زي ما قلت لكم اهو، بنحط شوية العدس ونقلب في العيش اهو كده، ونرجع نوزعهم تاني في الصينية
بالتساوي عشان ما يبقاش الصينية فيها ايه كلكعة يعني. تمام اهو بصوا سويناه كده. بقى نبتدي ان احنا ننزل ايه، نشرب بقى كله يمين وشمال بقى وايه. خدوا بالكم انا باخد ازاي من ايه الحلة كلها يمين وشمال وكله، عشان ايه هنا في شعرية هنا في ما فيش شعرية، يبقى كله انا باخد منه. دي طريقة العدس بتاعتي، ان شاء الله يعني تكون عجبتكم ويكون ايه الريحة بتاعته وصلت لكم يا حبايبي. هنا انا زي ما احنا كده مكملين بحط العدس بتاعنا كده، هو بوزع له كده مكان تاني بحيث ان احنا ايه يبقى برضو كله كده مليان. انا صراحة بحب العدس، يعني العدس كتير والعيش قليل زي ما احنا شايفينه كده بالظبط. دلوقتي انا هبتدي ان انا اديله كمان شوية عدس تاني. في بقى اللي بيحب يحط على وش العدس سمنة بلدي، وفي اللي بيحب يعصر على وشه ليمون. طبعا ان كان كده او كده يعني الطعمين يحترموا جدا جدا وبيبقوا حلوين قوي. زي ما احنا شفنا كده ايه الصينية بتاعتنا خلصت. نبتدي نعمل ايه بقى دلوقتي عشان نحليها بزيادة؟ كالعادة كالعادة نحط سمنة بلدي زي ما احنا شايفين بالمعلقة بتاعتنا. مش هنسيحها، لا ده احنا ايه هي هتسيح من السخونية بتاعتنا اكيد. وننزل بيها كده على الصينية كلها، بتبقى ايه حتت 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 صغننة كده، نلف بيها على الصينية كلها. انا هنا مش عايزة اسيحها، كان ممكن ان انا اسيحها بس الطعم بتاعها هيروح. انا عايزاها تنزل بخيرها كده على وش الصينية. وبكده صينية العدس بتاعتنا خلصت خالص. بحب قوي اعمل العدس في الحلة الألمونيوم، ولا بحبه صراحة في الاستانلس ولا في اي حاجة تانية. لا 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 لا، على كده انا ما اقدرش. شايفين يا جماعة التقديم اهو، صينية العدس بتاعتنا وطبقين شوربة عدس والبصل والليمون زي ما قلت لكم. حالا اقول لكم ان شاء الله يكون الطريقة عجبتكم ويكون كمان الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لنا اللايك وسبسكرايب للقناة يا حبايبي. حالا حالا اقول لكم السلام عليكم.